حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكلف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية. نهيب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 25 من يناير 2021، النشرة الإخبارية. ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك تطورات الأنشطة الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. هل تعمل أمريكا على إيقاف حلف أبي أحمد وإسياس أفورقي عن التصعيد العسكري في تيغراي؟ الجيش الإريتري يحفر خنادق قبالة مثلث حمداية السودانية، وشعب تيغراي يدخل في مناوشات مع الجيش الإريتري. مقديشو تنفي مشاركة قواتها في الحرب بإقليم تيغراي الإثيوبي. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. ذكر شهود عيان لوكالة الزاجل الإريترية للأنبازينا أن الجيش الإريتري يقوم بحفر خنادق باتجاه الحدود السودانية في منطقة حمداية بصورة مريبة. وقال المصدر إن المواطنين يشاهدون القوات الإريترية وهي تتمركز في الحدود وتنشط في حفر الخنادق وتقوم بالاستعراض العسكري، وهو عمل مثير للشكوك ومستفز وعدواني حسب محلل إريتري تواصلت معه زينة. وأضاف إن النظام الإريتري يشارك النظام الإثيوبي في مواجهته لجيش تيغراي الذي تحول إلى حرب عصابات، وأن الحشد الإريتري في مناطق حدودية في حمداية يمكن فهمه بأنه يأتي دعما للجيش الإثيوبي الذي يقف مستنفرا أمام الجيش السوداني في الحدود. وعلى صعيد متصل، تحدث مصدر إريتري مطلع لزينة مفيدا إن الجيش الإريتري دخل إقليم تيغراي بكثافة وأعلانية خلال الأيام الماضية، معززا لوجوده السابق، وهو الآن يخوض حربا شرسة في مواجهة قوات تيغراي التي تتحصن في مناطق وعرة وتستهدف الجيش الإريتري، خاصة معتبرة إياه الخصم الأشد الذي عمل على دعم كسر شوكة حكومة تيغراي، معززا الجيش الإثيوبي الذي استولى على المدن الرئيسية في تيغراي وأجبر جيش تيغراي على الانسحاب. وعن علاقة الجيش الإريتري بشعب تيغراي، نقل المصدر عن شهود عيان أن مناوشات حصلت بين سكان منطقة شيري في إقليم تيغراي وبين الجيش الإريتري الذي يطالب المواطنون برحيله من إقليم تيغراي، رافضين تواصله وتودده، وذلك لأنهم يعتبرونه جيشا غازيا، علما أن السواد الأعظم من شعب تيغراي مسلح يمكنه الدفاع عن أرضه وحرماته. من جهة أخرى، تتحدث مصادر زينة عن أن الوضع في الحدود بين السودان وإثيوبيا يشهد توترا وحشدا متبادلا، على الرغم من تصريحات مسؤولين من كلا البلدين
تفيد أن خيار الحرب مستبعد ولا يجد له المنطق والعقل مسوقا. نفت الحكومة الصومالية صحة التقارير التي تحدثت عن مشاركة قوات صومالية كانت تتلقى التدريبات في إريتريا في القتال الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. وأضافت قناة روسيا اليوم نقلا عن الصومال الجديد أن وزير الإعلام في الحكومة الصومالية عثمان أبو بكر دوبي أشار إلى أنه لا توجد قوات صومالية شاركت أو قتلت في القتال في شمال إثيوبيا، ووصف ما تم تداوله في هذا الصدد بأنه عار عن الصحة تماما. وبشأن وجود قوات صومالية تتلقى التدريبات في إريتريا، قال دوبي: هناك قوات صومالية يتم تدريبها في دول مختلفة في العالم، لا معنى للتركيز على دولة معينة، لكنني أؤكد أنه لا توجد قوات صومالية شاركت بالقتال في إثيوبيا. وكان سياسيون وبعض ضباط الأمن السابقين ووسائل الإعلام قالوا في الأيام الأخيرة إنهم حصلوا على معلومات تفيد بزج الجنود الصوماليين المتدربين في إريتريا في حرب تيغراي دعما للقوات الحكومية الإثيوبية، وقتل العشرات منهم وأصيب آخرون في المعارك هناك في نوفمبر الماضي. توجد تصريحات أمريكية تعبر عن حرصها على أمن منطقة القرن الإفريقي واستمرار الهدوء فيها، الأمر الذي يفسره مراقبون أن الأمريكان قد يضغطون على حلف أفورقي وأبي أحمد من أجل إيقاف التصعيد العسكري المستمر ضد قوات إقليم تيغراي. ففي جلسة عقدت في 19 من يناير الجاري 2021 أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعرب أنتوني بلينكن المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية في إدارة بايدن عن قلقه العميق عن الفظائع التي قال يتم ارتكابها بإقليم تيغراي في إثيوبيا ضد مواطني الإقليم واللاجئين الإريتريين. وأضافت وكالة زاجل الإريترية للأنبازينا أن أنتوني بلينكن أضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المشاركة بفعالية في تلك الأحداث، وأشار إلى ضرورة المحاسبة والعمل من أجل اتخاذ إجراءات ضبط النفس وإيقاف العنف في المنطقة، كما طالب بإعادة خدمة الاتصالات وفتح الطرق لوصول المساعدات الإنسانية إلى معسكرات اللاجئين والنازحين في إقليم تيغراي. وأشار بأن هناك مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى زعزعة استقرار القرن الإفريقي. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. إن اتقلب الدنيا ترفد ابنا الأبو، ترفد ابنا الأبو، ترفد ابنا الأبو. حكنت الأبيات لو فقر منه لس أبو فقر منه، لس أبو فقر منه، لس أبو. حكو يمدركا يدا وحكو حقا مسكبو. مثل حويه حيسني يموت مسلم وحيه، مثل حويه حيسني يموت مسلم وحيه. كبر ابن مسكبيس نديبو ايكي اسنيه وسرتا يبي قريت تميه خقايد هرتا سمع من يمل يقول حديقول مثل حويه حيسني
الحاوية حيسني وإريتريا تاكلني مثل الحاوية حيسني يموت مثلهم وانبر مثل ولاد حيسني يموت مثلهم وانبر من أميت دفنوني وقبر سني تقبر ومن هاللي حاويتهم أتهاجكم تحبر هجكم ولا صحاكم بعمدي من سكر ديقوني ديقوني من أميت وحي مثل الولاد حيسني من أميت وحي مثل الولاد حيسني دبر ابن مسكبي ور بالله أكلني دبر ابن مسكبي ور بالله أكلني سر نطاف قبي ولا سر كدنني قنوبجة كلست حبعي هلت وستر قنوبجة كلست حبعي هلت وستر أنا بعي كلسادي بكل أكان قطر حقوني قراهم سكفو هلو دي مدر حوين دي سادنا قدم أباي قل أفكر ديقوني ديقوني مثل الحوية حيسني ديقوني ديقوني مثل الحاوية حيسني مثل الحاوية حيسني إريتريا تاكلني مثل الحاوية حيسني إريتريا تاكلني مثل الحاوية حيسني إريتريا تاكلني نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون الأستاذ حمد آدم حدوت، المناضل إدريس أدروب، عنجا حامد يلتحقوا بالرفاق. الهجرة الأبدية لنوارث الثورة الإريترية. كتب الأستاذ حمد آدم حدوت في رحيل القائد القامة المناضل إدريس أدروب أو إدريس أدرو مقالا نشره موقع وكالة زاجل الإريترية للأنبازينا. كتب قائلا: الرعيل الأول للثورة الإريترية هم نوارث الكفاح المسلح الإريتري بقيادة البطل الشهيد حامد إدريس عواتي. بالأمس فقط 19 من يناير 2021 يبتسم المناضل الكبير إدريس أدروب عنجا للموت بمدينة كسل السودانية، معقل الثورة الإريترية والعمق الاستراتيجي للكفاح المسلح الإريتري، بعد عمر مديد كفاحا وإقداما وفداء عن عمر ناهز 100 عام، حيث كان الميلاد بالقاش في العام 21 و900 وألف. بالأمس فقط منذ 61 و900 وألف يضع المناضل إدريس أدروب عصا الترحال ويبتسم للموت مرحبا بالهجرة الأبدية إلى دار الخلود، حيث الرفاق والرفيق الأعلى، تاركا من خلفه وطن يئن من وطأة رفيق استبد واستباح العمالة والارتزاق. المناضل الكبير إدريس أدروب أو إدريس أدرو ما سار الثوار مسيرا ولا قطع واديا إلا وكان معهم. تعرفه الحضاب والجبال والوديان والقاش والغزلان والعمليات النوعية والبطولات الثورية وتقرب وأدال والكلاشينكوف والرشاش وتحرير المدن. وفي آخر المطاف بالأمس للأسف لم يجد شبرا في وطن
أفنى من أجله زهرة شبابه بل كل عمره، مناضلا فيه ليوارى جثمانه الطاهر في مقابر الحسن والحسين بكسل، ضاحا كحال كل الثوار الذين تعلقوا بالثريا وطنا وترجلوا الثرى قبرا، وحكومة العار والخيبة. بالأمس فقط يبتسم المناضل إدريس أدروب للموت لأن الرفاق هناك كما نحسب ولا نزكيهم على الله في جنات الخلد، قد اشتاقوا له واشتاق لهم، وقد طال الانتظار وسئم 100 عام من الرجولة والبطولة والكفاح والمعارك، لم يطأطئ الرأس يوما إلى أن مات شامخا أبيا رافضا الإذلال ودعوات النظام المستبد في أسمرة وإغراءاته، ولسان حاله يقول: جبهة التحرير قلناها من بدري، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. المناضل إدريس أدروب أو إدريس أدرو ليس بآخر نوارس الثورة الإريترية، ولكن من أبرزها. كان رجل المهمات الصعبة، لذلك تم تعيينه مفوضا للثورة الإريترية وأمينا للسر بالجاش مهد الثورة من قبل الشهيد حامد إدريس عواتي مفجر الثورة في عام 61 و900 وألف. والإمبراطورية الإثيوبية كانت تنشط آنذاك في تمشيط تلك المنطقة ليل نهار والتنكيل بالشعب الإريتري. خاض وقاد المناضل إدريس أدروب أو إدريس أدرو العديد من العمليات الفدائية، وشارك في معارك الكر والفر، وعشق اقتلاع السلاح عنوة من قوات الدرك في بدايات الثورة، كما شارك ببسالة في معارك تحرير المدن في سبعينيات القرن الماضي، وظل قابضا على الزناد واقفا شامخا عزيزا إلى أن فارق الحياة بالأمس الثلاثاء الموافق 19 من يناير عام 2021. نسأل الله له قبولا حسنا في جنات الخلد، ونتقمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بدكت لميرحت قيست أكي مكايد، بدكت لميرحت قيست أكي مكايد، وديتو شعبنا يحيي مايت، قاب أحلى شعبنا يحيي مايت، وكلت ولدايد حرمت ولد أنسايد، بعلكات الكيبة لأكلت رايد، بعلكات الكيبة لأكلت رايد. بس حزين بس حزلم شعبنا والسعادي بنتسامم. انت حق وباطل بدير على قتله ما لعنه ويوم هلا ويبطر حق الله، يبطر حق الله، يبطر حق الله، يبطر حق الله. كم كان احنا هلا من آمرها اتأمري في آمرها، كم كان احنا هلا من آمرها اتأمري في آمرها. جئبنا يهو يقبلها ولا تعرف على ما العراق، جئبنا يهو يقبلها ولا تعرف على ما العراق. يعرف شعب يا
أكي مكايد هيبتك كميرحت قيست أكي مكايد وديتو شعبنا يحيى ويمايد قاب أهلا شعبنا يحيى ويمايد وكلت ولدايد حرمت ولد أنسايد بعلتات الكيبة لأكلت رايد بعلتات الكيبة لأكلت رايد يهو كفي كف كفي يهو كفي يهو كفي تلاواز وبشعبنا تلهيا يهو كفي تلاواز وبشعبنا تلهيا يحققكم من قيلا شهداء اريتريا وحسابها لا يترف وحسابها لا يترف رح بحاسب مكيا شهدانا هدر يبدي المايا شهدانا هدر يبدي المايا لم قال احنا هلا من آمرا أتأمروا إيه هي آمرا لم قال احنا هلا من آمرا أتأمروا إيه هي آمرا جئبنا يهو يقبنا ولا تعرف على ما نعرى يعرف شعب يأمرا قضيتنا نعبر أسرارا قضيتنا نعبر أسرارا جئبنا يهو يقبلها ولا تعرف على ما نعرى جئبنا يهو يقبلها ولا تعرف على ما نعرى يعرف شعب يأمرا قضيتنا نعبر أسرارا قضيتنا نعبر أسرارا قضيتنا نعبر أسرارا مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي أديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.